مساء الخير الزملاء الاعزاء. كنتمنى تعاونوا التليفون على الصامت سيداتنا التليفون باش تزعج لا القاعه ولا ندير اذا مساء الخير الزملاء الاعزاء، مرحبا بكم ومرحبا بكن الزميلات الاعزات في هذه الندوه الصحفيه، المؤتمر الصحفي الذي ينظمه السيد عمر العباس، الاطار الرياضي المعروف الذي ترأس عدة أندية في الكويت وسبق أن ترشح للعصبة في انتخابات 2019 ويعيد الكرة هذه المرة رفقة لائحة شبابية رفعت لها شعار التغيير. في هذه الندوة الصحفية نستوقفه لكي يقدم لنا الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي ودوافع ترشحه ووعوده لأندية عصبة جهة الشمال لكرة القدم التي تبحث عن موطئ القدم ضمن المنافسات الوطنية. فليتفضل السي عمر بعد يعطينا في البداية البرنامج الانتخابي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية طيبة لجميع الحاضرين، نساء ورجال الإعلام، سعيد بتواجدكم وسعيد بتواجدي معكم. كما قال الأخ عبد الرحيم، هي ندوة صحفية لتسلط الضوء على برنامجي الذي تقدمت به من أجل الدخول إلى غمار الانتخابات الخاصة بالعصبة الجهوية طنجة طوال الحسيمة لكرة القدم. فالدوافع هي كثيرة ولا يسعفنا الوقت لسردها كاملة، لكن من أبرزها هو طموحنا لرؤية العصبة الجهوية طنجة طوال الحسيمة في أبهى حلة وفي مكانتها التي تستحق. بالنسبة لبرنامجي جاء منقسما إلى قسمين، قسم سميته برنامجا على المدى المتوسط والبعيد، وقسم آخر أطلقت عليه برنامجا على المدى الاستعجالي. بالنسبة على المدى الطويل هناك أشياء كانت وممارسات كانت في عصبتنا من خلالها تطرقت إلى العديد من الأشياء التي يجب تطويرها ويجب العمل عليها، والإكراهات التي يجب إيجاد حلول لها. فتأتى لنا أن ننزل بهذا البرنامج الذي في نقطته الأولى يتكلم عن تنزيل اللامركزية. كما تعلمون عصبة جهة طنجة طوال الحسيمة هي عصبة جهوية، ومسألة اللامركزية توجد في جميع الإدارات، فلما لا يتم تنزيل هذه اللامركزية في عصبتنا وتكون لها أيضا ملحقات في جميع الأقاليم أو لنقل المحاور، وذلك من أجل تقريب الإدارة إلى الفروع. وهذه النقطة الأولى، يجب إحداث ملحقات إدارية تابعة للعصبة، إنه لا يعقل أنه فريق من إقليم الحسيمة يسافر ما يقارب 400 كيلومتر إلى مدينة طنجة من أجل أن يستصدر رخصة لاعب، رخصة واحدة. ما يمكنش يصدرها عن طريقة إلكترونية في الإيميل والبريد؟ لا، الرخصة هي وثيقة لحد الآن رغم أنها بلاستيكية لكن تعتبر ورقية، يجب أن تكون حاضرة يوم المقابلة. يعني هذا الأمر يتطلب أن النادي ينتقل من مدينة الحسيمة ويقطع مسافة 400 كيلومتر إلى مدينة طنجة من أجل استصدار رخصة. هذا الإكراه هذا عانته فروق الحسيمة منذ التقسيم الجديد ديال الجهات، منذ أن تم ضمها إلى جهة طنجة تطوان وأصبحت طنجة طوال الحسيمة. هذا الإكراه عايشوه الأندية في تلك المنطقة،
وعايشنا ونحن معهم. فكان أحد الأسباب والدوافع لتنزيل هذه النقطة من برنامجنا هي تنزيل اللامركزية الإدارية. النقطة الثانية نتكلم على تنويع مصادر التمويل. اللي كنتكلموا على تنويع مصادر التمويل هي توصيات الملكية السامية جاءت من خلال الرسالة الملكية السامية في المناظرة الوطنية للرياضة. هذه الرسالة تضمنت مقتطفا يتحدث على تنويع مصادر التمويل لكن من القطاع الخاص، وهذا ما نتكلم عنه بخصوص تنويع مصادر التمويل، اننا ما نعتمدوش على الدعم العادي المقدم من المؤسسات الدوليه، لان القطاع الخاص يستطيع انه يكون شريك مع العصبه الجهويه، لكن كاين محورين اساسيين. المحور الاول هو اننا نحن خصنا نتقدموا نهض القطاع الخاص، وثانيا عندما نتقدم نهض القطاع الخاص يجب ان تكون الشفافيه هي عنواننا، تكون عندنا تقارير ماليه واضحه شفافه باش القطاع الخاص يقدر ينخرط معك في البرنامج ديالو ويكون معك شريك. دونك هذه مساله ديال تنويع مصادر التمويل. بالنسبه للنقطه الثالثه كاين مساله الملاعب. كما كتعرفوا جهتنا البنيه التحتيه تقصد. نعم، البنيه التحتيه بصفه عامه جهتنا هي جهه محتضنه للمنافسات قادمه ان شاء الله منها كاس افريقيا وكاس العالم، وبالتالي هناك ديناميه في انشاء الملاعب. يجب ان تكون العصبه فاعله ورقما في هذه المعادله، ولكي تكون رقما يجب ان تكون لها او يكون لها برنامج ورؤيه حول احداث ملاعب جديده والعمل على تهيئه الملاعب المتهالكه. وهذه العمليه هي ليست بالهينه، هي عمليه تقنيه كبيره تعتمد على حصر عدد الملاعب وحالتها، وكذلك البحث عن الأوعية العقارية وتقديم برامج شراكات في مجال الملاعب بين المؤسسات المنتخبة، المجالس الإقليمية، الجهة، المجالس الجماعية، وكذلك الوكالات الوطنية، ولما لا القطاع الخاص أيضا. أن كرة القدم ليست مصنفة في المجال الاجتماعي فقط. كرة القدم حاليا هي اقتصاد رائج وله مكانة حاليا في وطننا العزيز، مكانة لا يتصورها أي حد. دونك العمل على إحداث الملاعب عن طريق شراكات وبرامج قابلة للتنزيل هو نقطتنا الثالثة. بالنسبة للنقطة الرابعة هي خطة للتوزيع وإعادة الانتشار. كما كتعرفوا أن بعض المدن ومنهم مدينة طنجة فيها واحد الكم الهائل ديال الأندية. مدينة طنجة فيها ما يقارب إن لم نقل 69، فيها 65 نادي، 65 نادي في مدينة واحدة. بينما كنلاحظوا أن هناك جماعة قروية مجاورة. نعطيو مثال مثلا أحد الغربية، جماعة مجاورة تبعد ب20 دقيقة ليس لها أي نادي. وبالتالي الخطة تقتضي أننا نعمل إعادة توطين بعض الأندية في الجماعات الترابية القريبة اللي تكون عندها بنية تحتية قابلة للتطوير وإعادة الهيكلة، باش تكون الاستفادة ثلاثية: استفادة الرياضة، استفادة تلكم النوادي اللي يتم توطينها، واستفادة أيضا الجماعة الترابية التي استقبلت ذلك النادي. هذه الخطة الهدف ديالها تخفيف الاكتظاظ من الأندية للقضاء على المنافسة في المجال والمورد، لأن المنافسة حاليا بين الأندية ليست على الألقاب إنما في المجال والمورد، على الملاعب وعلى الدعم. بينما إذا تم تنزيل هذه الخطة ديال الانتشار
بعد التوزيع نخفض الاعتماد على جامعة طنجة على المركز الحضري، ومنها نخدموا الفكرة العامة ديال التنمية المجالية الشاملة التي سلط عليها الضوء صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصر الله إهداه في خطابه، وأعطى توصياته الملكية السامية لتنزيلها. إذا سي عمر قبل ما نزيدو التفاصيل نعطيو الكلمة للسادة الزملاء الصحفيين يبداو بعض التساؤلات ديالهم في معركة الأجوبة ديالك، ربما يكونوا تقاطعات ما بين الأسئلة وما بين محاور العمل في البرنامج، بالإضافة إلى ربما إشكالات أخرى.